لاحظنا في الآونة الأخيرة وخاصة في عام 2023 وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، هناك أصبح حركة سياسية عاجلة في المنطقة من خلال استثمار هذا الوضع الإنساني من قبل تركيا ومن قبل سوريا لحل أزماتها السياسية والداخلية. فنتكلم عن موضوع التقارب التركي السوري، هذا مرفوض طبعا من كافة أبناء الشعب السوري إن كان في الداخل أو في الأطراف الأخرى، فكلها ترفض هذا التوافق والتقارب ما بين الدولة التركية نتيجة لما قامت به بانتهاكات الدولة التركية ترقى إلى جرائم الحرب بحق السوريين وبحق تدخلها في شؤون الدولة السورية، وكذلك تجنيد المجموعات الإرهابية المرتزقة وجعل سوريا مسرحا لما تريده لتنفذ أجنداتها الخارجية. كذلك نجد أن ما قامت به بسلب ونهب أموال المواطنين وتدمير البنى التحتية وكذلك الآثار والمعابد، ولم يسلم منها لا البشر ولا الحجر، وحاولت أن تزرع تكون هناك الفتنة الطائفية والفتنة العشائرية والفتنة القومية على أساس هذا المبدأ. فكل الأطراف السورية ترفض هذا التقارب ما بين الدولة التركية وما بين الحكومة السورية نتيجة الأفعال، وكذلك وجودها على الأراضي السورية فهو احتلال لأجزاء من الأراضي السورية كعفرين وإدلب وتل أبيض ورأس العين، فوجود قواتها أو القوات المدعومة من قبلها فهو يعتبر احتلال لتلك المناطق، فيجب إخلاء هذه المناطق وأن تقام محكمة دولية ضد حكومة تركيا من أجل إعادة كرامة الشعب السوري والأضرار التي قامت بها إن كانت للممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة. أما بالنسبة ما نلاحظه التطورات الأخيرة ما بين الدول العربية ومن خلال تأسيس انعقاد الجامعة العربية في الجزائر في الآونة الأخيرة، حاولت بعض الأطراف العربية أن ترجع سوريا إلى الجامعة العربية تصدير المخدرات من الأراضي السورية باتجاه السعودية، ثانيا فك ارتباطها بحزب الله ومن ثم العودة إلى طاولة الحوار. اثنين، كذلك طالبت المملكة العربية السعودية بأن يكون هناك الإفراج عن المعتقلين السعوديين من أصول سعودية في المعتقلات السورية، فهذه شروط طرحتها السعودية على الحكومة السورية. هذا التقارب الذي نلاحظه في الآونة الأخيرة وانشغال العالم بحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الغذاء وكذلك هذه الأمور أدت إلى تطور سريع في الأحداث في الآونة الأخيرة، فهذا التقارب ما بين الدول العربية نحن نتمنى أن يكون للجامعة العربية موقف موحد على أساس مبادرة الأردن التي هناك في مبادرة من الأردن لتطرح على الحكومة السورية لحل الأزمة السورية على أساس الحل السلمي والسياسي وعلى أساس طاولة الحوار. كذلك طالبنا مرارا وتكرارا يجب أن يكون هناك في قرار 2254 المتفق عليه في مجلس الأمن والأمم المتحدة، يجب أن يراعى هذا الاتفاق وهو الحل الأمثل للأزمة السورية. نجد أن الحكومة السورية في البداية راهنت على شيئين، هو القوة والحل العسكري، ولكن هذه لم تفيد بجمع السوريين على طاولة واحدة. فنحن طالبنا مرارا وتكرارا في الإدارة الذاتية منذ البداية، طالبت على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وأن يكون دستورا سوريا يتماشى مع مصالح الجميع ودون إقصاء أي مكون أو قومية أو منطقة أو دين أو مذهب. كذلك نحن نوافق على الحل السياسي على مبدأ قرارات الأمم المتحدة 2254 ذات الصلة، فنحن سوريين لكن نريد أن يكون هناك الحوار السوري. لا يمكن أن يقبل الشعب السوري بهذه التفاهمات التي تطرح جانبا إن كان مؤتمر أستانا أو التوافق اللجنة الرباعية التي ستعقد ما بين تركيا وروسيا وإيران والحكومة السورية، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا لأنه لا يفي بالغرض المطلوب لإعادة كرامة السوريين ولإعادة السوريين إلى أرضهم. الرباط هي تؤدي طبعا لمصالح الحكومة التركية
التقارب التركي لصالح الحكومة التركية ولروسيا ولإيران، لا يستفيد منها الشعب السوري برمته، إنما هي تفيد مصالح تلك الدول وتبني سياستها وتصدير أزماتها الداخلية باتجاه سوريا، وأن يكون لها موقع قدم في العالم الخارجي، وأن يكون هناك تقاسم الكعكة فيما بينها على إعادة الأعمار، وكل منهم يريد أن ينفذ أجندته. تركيا تريد أن تمرر مشروعها بانتهاء اتفاقية لوزان عام 23، فهي تقول أنها قد أجحف بحقها في عام 1923، ويجب أن يكون هذا على لسان الرئيس التركي. دائما يصرح أن اتفاقية لوزان كانت مجحفة بحقنا، ويجب أن يكون إعادة حلب والموصل وكركوك وهذه المناطق الجزء الجنوبي فهي أراضي تركية. كذلك يريد أن يمتد إلى داخل الشرق الأوسط، وأن يسيطر على القرار العربي والإسلامي في هذه المنطقة. أما الدولة الإيرانية فهي تحاول أيضا كذلك تمرر مشروعها حاليا عبر العراق وسوريا ولبنان واليمن والهلال الشيعي المذكور سابقا، وأن يكون هو المعبر عن طريق. كذلك الهدف الثاني هو نتيجة الحصار الاقتصادي المطبوق على إيران، فاعتمدت على سياسة الكبتاغون، وهذا القرار الذي صدر من الولايات المتحدة الأمريكية تصدير الحبوب المخدرة باتجاه الأردن وباتجاه دول الخليج وباتجاه العالم، وهذا ما لاحظناه في وسائل الإعلام والتصريحات الدولية. الإدارة الذاتية منذ البداية طبعا أنا كررت عدة مرات على قناتكم وعلى عدة القنوات من خلال هذا وفي عدة لقاءات. الإدارة الذاتية كان عندها 3 لاءات منذ أن تشكلت الإدارة الذاتية: لا لتقسيم سوريا، لا للقتال السوري، لا للتدخل الخارجي. فنحن هذه التقاربات اللي يجب أن تبنى على وحدة سوريا، على وحدة الشعب، وأن يكون الدستور السوري جامع لكل ما. فالإدارة الذاتية هي التي حافظت على وحدة سوريا ودافعت عن سوريا وعن العالم بمحاربة الإرهاب، وحاليا من أبناء الشعب السوري. وحاليا في الإدارة الذاتية نحن نتأمل أن يكون هذا التقارب يكون هدف لمصلحة السوريين برمتهم، لا للإدارة الذاتية فقط وإنما لصالح السوريين كافة. فكان هناك لقاءات فيما بيننا وبين الحكومة السورية، فدائما نطرح عليهم، ولكن تزمت الحكومة السورية وتعنت تريد أن ترجع سوريا إلى ما قبل 2011، وهذا مستحيل أن ترجع سوريا إلى ما قبل 2011. فالإدارة الذاتية تؤمن بالحل السلمي والسياسي والحوار السوري على الأرض السورية، وأن يكون هناك خروج كافة الاحتلالات من الأراضي السورية، وأن تكون سوريا موحدة وفق دستور سوريا يتوافق عليه الجميع في الحقوق والواجبات. أيضا الإدارة الذاتية حاليا هي لم تبنى على قومية أو مكون، فهي جامعة لكل السوريين ولكل الديانات ولكل اللغات، واحترام الأديان واحترام المرأة واحترام حرية التعبير. وإن كان هناك في بعض النواقص في الإدارة الذاتية لساها في مرحلة جديدة. لما تكونت الإدارة الذاتية هي من أبناء الشعب السوري وللدفاع عن سوريا، عندما تكلم الرئيس أردوغان أنه سيصلي في الجامع الأموي كان الهدف أبعد من ذلك، ولكن تنشيط الخلايا أو المجموعات الإرهابية إن كان جبهة النصرة أو داعش أو المجموعات وأخواتها دافعت الحكومة الإدارة الذاتية عن كافة الأراضي السورية. ونحن حاليا في قوات سوريا الديمقراطية، وإن كان الإدارة الذاتية وإن كان مجلس سوريا الديمقراطية، الهدف الأول والأخير هو الدفاع عن سوريا والمحافظة على وحدة سوريا. ومجلس سوريا الديمقراطية الهدف منه هو أن يكون الحوار السوري على الأرض السورية بدون تدخلات خارجية، وأن يكون الشعب السوري موحدا في أرضه وشعبه.